العربيات اللي كانت سايقة على الطريق السريع في 4 مارس 2008 اترعبوا من اللي هم شافوه. ما كانوش مصدقين عينيهم. واحدة واقفة بالليل الساعة 9 عريانة في نص الطريق بتشاور على العربيات وبتعيط. منظرها كان مرعب، رعب كل العربيات لدرجة ان مفيش عربية وقفت لها، بس اتصلوا بالطوارئ وبلغوا على اللي هم شافوه. لورين بوريك 18 سنة، في أول سنة في الكلية، بتدرس جرافيك ديزاين في ولاية ألاباما في مدينة اسمها أوبرن في جورجيا. يومها كانت مع صاحبها شون في السكن الجامعي. نزلت من عنده كانت الساعة 8، وده إنها كانت متفقة مع صاحباتها إنهم يروحوا يتقابلوا في المكتبة ويذاكروا مع بعض، لكنها ما راحتش لأصحابها على حسب الميعاد. وبعد ساعة اتشافت على الطريق السريع عريانة الساعة 9 بالليل في عز السقعة بتشاور على العربيات وبتعيط. والعربيات اللي شافوها اترعبوا من المنظر اللي شافوه واتصلوا على الطوارئ، بلغوهم ان في واحدة بتعرض حياتها للخطر واقفة في نص الطريق عريانة. واحد من اللي اتصلوا بالطوارئ بلغهم ان هو سمع صوت طلقات رصاص. المكالمة دي كانت بعد 4 دقايق بس من أول مكالمة وصلت للطوارئ. في عربية من العربيات اللي عدت قررت إن هي تقف لها وتساعدها شوف إيه حكايتها، بس لأنها كانت موجودة على الطريق المعاكس فاضطر إن هو يروح لأول مفرق ويلف ويروح لها، لكنه لما وصل لها لقاها واقعة على الأرض واكتشف إنها مضروبة بالرصاص. قلع الجاكيت وغطاها بيه، حاول يساعدها. الضابط اللي كان في دورية واللي كان قريب من المكان وصل على طول، وكمان عربية الإسعاف اللي جم ونقلوها على طول على المستشفى. المسعفين حاولوا ينقذوها لكنها توفت أول ما وصلت المستشفى، ولأنها كانت عريانة ما قدروش يتعرفوا على شخصيتها. لأن الطريق ده مفيهوش كاميرات مراقبة، ضابط الشرطة اللي كان موجود في المكان سأل الشهود، الناس اللي كانت موجودة في المكان، عن معلوماتهم عن الحادث. الكل قال نفس الكلام، احنا شفنا واحدة عريانة واقفة في نص الطريق وبتشاور على العربيات وبتعيط، وان هما سمعوا صوت طلقات الرصاص لكن ما شافوش مين اللي اطلق الرصاص. بس في واحد اللي هو قلع الجاكيت وغطاها، لما الضابط دور عليه ما لقاهوش، اختفى. بس في واحد من الشهود قال للضابط حاجة، قال ان هو قرر ان هو يروح يساعدها ويشوف ايه حكايتها. هو ما كانش عارف ان هي مضروبة بالرصاص. عشان يروح لها ويلف دخل عند موقف العربيات الخاص بالكنيسة، ده اقرب مفرق ممكن يلف من عنده. وهو خارج في عربية كانت سد الطريق عليه، وده لان صاحب العربية كان سايب باب العربية اللي جنب السواق مفتوح، فكان سدد الطريق عليه. وقف ثواني كده استنى اما صاحبها يرجع ويقفل الباب. استنى بتاع ثواني، لما صاحب العربية ما رجعش اضطر هو ينزل من عربيته ويقفل الباب. العربية كانت هوندا سودا. في الوقت اللي الضابط بياخد أقوال الشهود جاء اتصال للطوارئ، بلاغ عن عربية بتتحرق عند مبنى الجامعة. المحققين لما وصلوا كان رجال المطافي بيطفوا في الحريق، لقوا ان العربية هوندا سودا. ربطوا ما بين العربية دي والعربية اللي قالوا عليها الشهود اللي كانت سد الطريق اللي كانت في مسرح الجريمة، وعن طريق أرقام العربية وصلوا لصاحبها. قال لهم هي فعلا مسجلة باسمي، بس اللي بيسوقها بنتي لورين. اللي اتضح ان الضحية هي لورين. التسلسل الزمني للأحداث اللي حصلت ليلتها ان لورين كان بتزور صاحبها شون في المسكن الجامعي.
نزلت من عنده الساعة 8 عشان تروح تذاكر مع أصحابها، لكنها ما راحتش لأصحابها ولا شافوها ولا يعرفوا عنها حاجة. حاولوا يتصلوا بيها كتير لكنها ما كانتش بترد عليهم، وفي الآخر ردت عليهم. صاحبتها سألتها انت ليه ما جيتيش المكتبة زي ما متفقين؟ قالت لها انها نست الميعاد، مع انها نازلة من عند صاحبها عشان تروح لأصحابها، لكنها قالت لها انها نست. قالت لها طب نتقابل بكرة؟ قالت لها مش عارفة، وقفلت معاها السكة. صاحبتها ما استغربتش من ردها ولا شكت في حاجة، لأن كلامها كان عادي، ما كانش فيه حاجة تقلق. في الوقت ده جاء تقرير الطب الشرعي اللي قال إن لورين أصيبت بطلقة نارية أصابت الرئتين، عملت لها نزيف داخلي حاد، وإن كل جسمها كدمات، وإن في احتمال إنها نطت من عربية وهي ماشية، وده اللي عمل الكدمات دي. المحققين حطوا تصور للي حصل ليلتها، إن هي بعد ما سابت صاحبها وراحت عشان تاخد عربيتها من موقف العربيات، في حد اتعرض لها، كان مستخبي في مكان قريب أو كان في عربيتها قدر يفتحها ويستخبى فيها. أجبرها إن هي تركب في العربية جنبه تحت تحديد السلاح، وقعد يلف بيها في البلد تقريبا ساعة، وده لأنها سابت صاحبها الساعة 8 واتشافت على الطريق السريع الساعة 9، والمكان اللي لقوها فيها كان على بعد 15 دقيقة بس من السكن الجامعي. الطب الشرعي أثبت إنها ما تعرضتش للاعتداء، ولأنها كانت عريانة فتصوروا إنه كان في نيته إنه يعتدي عليها، وإنه كان بيلف بالعربية بيدور على مكان معزول، لكنها فاجأته بإنها نطت من العربية، وده اللي عمل كدمات في كل جسمها، وده لأن العربية كانت ماشية بسرعة على الطريق السريع. وقبل ما تلحق تنط، أول ما فتحت الباب ضربها بالرصاص في ظهرها، اخترقت الرئتين، عملت لها نزيف داخلي حاد. وبعد كده رجع عربيتها للحرم الجامعي على أساس إن هي رجعت الحرم الجامعي بعد ما خلصت زيارتها مع صاحبها، وولع فيها، وبكده يكون دمر أي دليل عليه. الجريمة دي خلت طلبة الجامعة كلهم عايشين في خوف ورعب. مجرم حر مش عارفين إذا كان مستهدف طلبة الجامعة، والشرطة مش لاقية أي دليل عليه. خوفهم ورعبهم خلاهم يعملوا جروب على وسائل التواصل الاجتماعي عشان يعرفوا تطورات القضية. في أقل من يوم بعد وفاة لورين وصل أعضاء الجروب ده ل10,000 واحد، وأول واحد اشتبهوا فيه صاحبها شون اللي كانت سهرانة عنده، وآخر واحد شافها حية. عرفوا إن هم اتخانقوا ليلتها، بس قال لهم إنها خناقة بسيطة وعادية بتحصل دايما ما بينهم، وتأكدوا من حجة غيابه كان موجود في السكن الجامعي، وعرفوا إنه استحالة يكون هو الخاطف، فاستبعدوه من الشبهات. بس هو كان حاسس بالذنب إن هو موصلهاش لعربيتها، وهو لو وصلها لعربيتها ما كانش حصل لها حاجة ولا المجرم اتعرض لها. تاني واحد من المشتبهين فيهم كان الشخص اللي غطاها بالجاكيت بتاعه واللي اختفى من مسرح الجريمة، بس ما كانوش عارفين أي معلومات عنه. في الوقت اللي كان بيدوروا وراه فوجئوا بيه جالهم في اسم الشرطة في نفس الليلة اللي اتقتلت فيها لورين. ما استناش لتاني يوم، حس ان هما ممكن يشكوا فيه. طلع ان هو طالب في نفس الجامعة. لما شافها قلع الجاكيت بتاعه وغطاها بيه وحاول يساعدها، وساعتها كانت الدنيا برد، كان حاسس بسعية. واما لقى المسعفين والضابط جم ومش في ايده حاجة يعملها وكان حاسس بسقعية، راح اخد عربيته ومشى. ولما رجع البيت حكى اللي حصل لصاحبته اللي نصحته يروح للشرطة ويحكي لهم اللي حصل، وتأكدوا مش هو الخاطف، فاستبعدوه من الشبهات. ده بالنسبة للشهود اللي كانوا موجودين في مسرح الجريمة. طب بالنسبة للشهود اللي كانوا موجودين في مكان حريق العربية، حد شاف حاجة؟ سمع حاجة؟ الكل قال ان هم شموا ريحة بنزين قوية قبل دقايق من الحريق اللي حصل، لكن ما شافوش حاجة ولا عرفوا حاجة. الإعلام ربط ما بين جريمة قتل لورين وقضية تانية حصلت من 2 سنين
طالبة جامعية في نفس الجامعة اختفت من غير أثر، لوري سلازينكي. لقى عربيتها بعد كده محروقة على حدود المدينة، بس هي اختفت، ما لقولهاش أي أثر، والقضية ما اتحلتش، ولأن ملابسات القضيتين واحد فربطوا ما بينهم. تاني يوم من جريمة قتل لورين في 5 مارس اختفت طالبة جامعية بس من كارولاينا الشمالية اسمها إيف كارسون، وبرضه بعد كده لقوا عربيتها. المحققين اللي شغالين على قضية إيف في كارولاينا الشمالية اتصلوا بزمايلهم اللي في ألاباما اللي بيحققوا في قضية لورين، لأن في احتمال إن المجرم يكون واحد، بس النظرية دي شبه مستحيلة. استحالة إن يكون المجرم واحد، وده لأن الفرق ما بين الجريمتين كانت 8 ساعات، والفرق سواقة متواصلة ما بين المدينتين ما تقلش عن 7 ساعات. حاكم ولاية ألاباما أعلن عن مكافأة قيمتها $10,000 أمريكي لأي حد عنده معلومة عن قضية لورين. طبعا بعد الإعلان ده جالي الشرطة مكالمات كتير، بس مفيش ولا مكالمة كان فيها معلومة توصلهم للفعل. بداية حل اللغز كانت في عربية لورين، وده لأن المطافي لحقت العربية قبل ما تتفحم، فالفنيون لما فحصوا العربية هما ما لقوش طبعا لا أثر للمجرم، لا بصمة صوابعه ولا حمض النووي، لأن الحريق تقريبا كان دمر كل حاجة. بس في حاجة لاحظوها، لقوا ضمن حاجاتها اللي كانت موجودة في العربية بقايا محفظتها وشنطة إيديها، لكن ما لقوش كارت البنك بتاعها ولا تليفونها، وعلى طول استنتجوا إن المجرم سرق كارت البنك واحتمال إن هو استعمله. فاتصلوا بالبنك اللي لورين عندها حساب عندهم وطلبوا منهم سجل معاملاتها البنكية في الأيام اللي فاتت. لقوا إن في واحد استخدم كارت البنك بتاعها في محطة البنزين الموجودة على الطريق السريع اللي لقوا فيه لورين، واللي هو في سكته وهو راجع للجامعة مكان مساب العربية. كان الكلام ده دقيقة واحدة بس بعد ما الشهود شافوا لورين على الطريق، وده ما كانش المرة الأولى اللي استعمل فيها كارت البنك بتاع لورين، وده لأنه استخدمه تاني في محطة البنزين اللي كانت موجودة قرب حدود ولاية ألاباما. ولحسن الحظ إن محطة البنزين دي كان فيها كاميرات مراقبة، رجعوا تسجيل الكاميرات وشافوه على الكاميرات، بس الصورة كانت رديئة جدا، مش واضح فيها أي حاجة غير إنه شاب صغير ومن ذوات البشرة السوداء. معلومات بسيطة بس هيستفيدوا بيها بعدين. وكون محطة البنزين دي قرب حدود ولاية ألاباما، يعني في احتمال كبير إنه ساب المدينة وراح لمدينة تانية، عشان كده شرطة ألاباما بلغت شرطة جورجيا إن احتمال المجرم راح لجورجيا، اللي كانوا مشغولين بسلسلة من عمليات السطو بتحصل كل يوم من نفس الشخص، لأن الأسلوب واحد من 5 مارس، وكل يوم بيجيلهم بلاغ شكل. يعني تاني يوم من جريمة قتل لورين المجرم بيستهدف الستات الموجودين في موقف العربيات. أول جريمة حصلت في موقف عربيات دار رعاية المسنين، كان في واحدة هناك واقفة، فوجئت بواحد بيجري ناحيتها رافع المسدس وبيطلب منها تديله كل حاجة معاه. تاني يوم اتكررت نفس الجريمة لواحدة كان معاها ابنها في موقف عربيات أحد المحلات في بلد قريبة من الموقع الأولاني. واحد جرى ناحيتها بس هددها بابنها وطلب منها تديله فلوس، ولما وصفته للشرطة كان بنفس المواصفات اللي وصفتها الست اللي كانت واقفة في دار رعاية المسنين. الاتنين وصفوه على إنه شاب من ذوات البشرة السمراء، بس طبعا المواصفات دي مش كافية عشان يوصلوا للمجرم، بس عمل غلطة. تاني يوم ارتكب جريمة تالتة، واحدة كبيرة في السن 72 سنة كان واقفة في موقف عربيات وول مارت، ضربها على راسها بالمسدس
وأجبرها إن هي تركب العربية وتقعد في الكرسي اللي جنب السواق وهو هيسوق العربية. بس في الوقت ده لاحظ إن في واحد شاف كل حاجة، عشان كده نط من العربية وطلع يجري للعربية بتاعته اللي كان راكنها في موقف العربيات. ركبها وطلع يجري بسرعة بيها، والغلطة اللي ارتكبها إن عربيته ظهرت أرقامها على كاميرا المراقبة الموجودة في موقف العربيات اللي كانت مسجلة باسم واحد من مقاطعة ليه في ألاباما قرب حدود جورجيا، اللي حصلت فيها من يومين جريمتين سطو بنفس الأسلوب اللي حصلت في ولاية ألاباما. والولايتين عمموا تنبيهات بمواصفات وأرقام العربية، عربية المشتبه به. لكن بعد 30 دقيقة بالظبط ضابط دورية وقف عربية كانت ماشية بسرعة، كان في مدينة فينيكس في ولاية ألاباما. لما أخد رقم العربية اتضح إن أرقامها متعمم عليها بسبب عمليات سطو حصلت في الولايتين. الضابط طلب من السواق إنه ينزل من العربية وإنه هيستدعي المحقق عشان يستجوبه، وده لأنه ما عندوش إذن إنه يقبض عليه. السواق فعلا نزل من العربية، بس المفاجأة هو نزل من العربية وهجم على الضابط وقعه على الأرض، وفي ثانية أخد عربيته وطار بيها. الضابط طلب دعم وبدأت بقى المطاردة، أفلام جيمس بوند، المجرم طاير بالعربية والشرطة وراه. الضابط شافه وهو بيرمي مسدس من شباك العربية، واستمرت المطاردة لغاية فجأة وقف بالعربية ونزل منها، طلع يجري ناحية الغابة فاكر إن هو هيستخبى من الضباط ومش هيقدروا يلحقوه، لكنهم قدروا يلحقوه ويقبضوا عليه. اتقبض عليه في 7 مارس، يعني بعد 3 أيام من جريمة قتل لورين. أخدوه للاستجواب وعربيته سلموها للطب الشرعي عشان يفحصوها. اسمه كورتني لوكهارت، 23 سنة، جندي أمريكي سابق، اتطرد من الخدمة، وده لأنه كان بيعمل بلاوي، كان بياخد حاجات ممنوعة، بيعمل مشاكل وتهجم على الضابط الأعلى منه، فطردوه من الخدمة. ما تعبهمش في الاستجواب من الأول خالص، اعترف جرايم عمليات السطو، بس قال لهم كل ده حصل بسبب مشاكل نفسية حصلت له، وده لأنه كان بيخدم في العراق فحصل له اضطراب ما بعد الصدمة. في الوقت اللي كان بيحققوا معاه خبراء الطب الشرعي لما فحصوا عربيته لقوا فيها جهازين، آيفون وآيبود، ولما فتحوا الأجهزة دي لقوا صور كتير لواحدة. المحققين شكوا إن الصور دي تخص لورين اللي اتقتلت في ألاباما، عشان كده بعتوا صور الأجهزة لشرطة ألاباما عشان يتأكدوا إن الأجهزة دي تخص لورين، واللي اتضح فعلا إن هي بتاعتها لما سألوا أختها. ومن ضمن الحاجات اللي لقوها في عربيته 3 أغلفة رصاص من عيار 38، نفس العيار اللي اتقتلت بيه لورين، وكمان لقوا قميص مليان دم. راحوا للمنطقة اللي الضابط شافه فيها بيرمي من الشباك العربية المسدس، دوروا عليه ولقوه سلاح الجريمة اللي اتقتلت بيه لورين، واللي لقوا فورغه في العربية. وأول ما حققوا معاه وسألوه عن قضية قتل لورين اعترف على طول، ما طولش، ما بيتعبش المحققين، على طول بيعترف. بس قال لهم اللي حصل ده بالغلط، أنا هحكولكوا اللي حصل يومها. أنا يومها كنت سايق عربيتي وركنتها في موقف العربيات قرب سكن الطلبة، قعدت فيها مستني ضحية تيجي عشان أسرقها، طبيعة شغلي أكل عيشي. شوية كده وظهرت لورين ماشية ناحية عربيتها في موقف العربيات، جريت ناحيتها وهددتها بالمسدس وأجبرتها تقعد في الكرسي اللي جنب السواق اللي في عربيتها، وهو ساق العربية ورافع المسدس ناحيتها. طلب منها فلوس، اديته اللي معاه 200 دولار وترجته إنه يسيبها. الغريبة بقى إن هو قال إن هي لما عرض عليه الفلوس رفضها، مع إنه هو اللي طلب الفلوس منها، بس رفض الفلوس.
شكله بيحب ياخد الفلوس بالعافية مش بالرضا. وقال لها إن هو مش محتاجهم وكمل سواقة. قعد يلف بيها البلد وقعد يحكي لها عن حياته وظروفه وقد ايه هو عايش حياة صعبة ومش لاقي شغل والدنيا ملطشة معاه. قالت أنا ممكن أساعدك وألاقي لك شغل، وقعدت تترجاه إن هو يسيبها تمشي. ولما عرض عليه إن هي ممكن تساعده وتلاقي له شغل، قال لها إن هو مش محتاج مساعدتها وإن هو بيشتغل. واتضح فعلا بعد كده المحققين لما اتحروا عنه لقوه إن هو شغال في شركة مقاولات. واللي حصل بعد كده على حسب اعترافه أمرها إنها تقلع هدومها، وكان غرضه إنه يسيطر عليها وما كانش في نيته خالص إنه يعتدي عليها. وفي الساعة اللي كانوا بيلفوا بيها بالعربية أصحابها كانوا بيتصلوا بيها كتير. هو خاف إن هما من كتر ما هما بيتصلوا بيها وهي مش بترد عليهم ممكن يتصلوا بالشرطة ويبلغوا إن هي متغيبة. فقال لها ردي عليهم وتحججي بأي حاجة وما تبين لهمش خالص أي حاجة. وده فعلا اللي هي عملته، وبلغت أصحابها اللي هي نست الميعاد وقفت معاهم السكة. بس بعد شوية فوجئت بيها تفتح باب العربية وبتنط منها، بما إن العربية كانت ماشية بسرعة عالية. وقال ساعتها فوجئت إن أنا دوست على الزناد بالغلط، ما كانش قصدي. وبعد كده وقفت بالعربية أبص عليها أشوف بتعمل إيه. شفتها وهي بتجري ناحية الشارع. وقتها عرفت إنه صعب إنه يقدر يرجعها تاني للعربية من غير ما حد يشوف اللي بيحصل. عشان كده وقتها قفلت باب العربية ورجعت بيها للحرم الجامعي. وهو في السكة وقف عند محطة البنزين، عبى العربية بنزين ودفع بكارت البنك بتاع لورين، ورجع حط على العربية في موقف العربيات بتاع الحرم الجامعي. وقرر إنه يولع في العربية، كب عليها بنزين. وقبل ما يولع فيها فكر إن هو لو عمل كده هيأذي نفسه. عشان كده راح لعربيته اللي كان راكنها في مكان قريب، أخد منها كيس الأكل بتاع برجر كينج، مطعم الفاست فود، واستخدمه إن هو يولع في العربية. بس قبل ما يولع العربية أخد تليفونها والآيباد وكارت البنك وكاش 46 دولار. سرق ال46 دولار من شنطتها وساب ال200 دولار. سبحان الله، مش بقول المجرم ده بيحب هو يسرق لكن ما ياخدش حاجة بالرضا، متعة عنده، طبيعة شغله. وبعد ما ولع في العربية مشى، بس بعد شوية رجع تاني عايز يتأكد إن العربية لسه مولعة وإن محدش طفاها ولا حد اكتشف حاجة. لما اتأكد إن كل حاجة تمام مشى بعربيته. المحققين ما كانوش مقتنعين قوي بكلامه، لقوا فيه تناقض في كلامه، في حاجات قالها صح منطقية وفي حاجات مش منطقية. يعني هو خطفها عشان يسرقها وفي نفس الوقت رفض ال200 دولار وفي نفس الوقت سابهم في العربية، على الرغم إنهم عرفوا إنه عنده أزمة مالية وإنه في حاجة للفلوس، على الرغم إن هو بيشتغل لكن عنده مشاكل مالية لدرجة إنه عايش في عربيته ما عندوش مكان يعيش فيه. فإزاي واحد بالظروف دي يسيب 200 دولار بحالهم في العربية؟ وبعدين قال إن هو أجبرها إن هي تقلع هدومها وفي نفس الوقت مش في نيته إن هو يعتدي عليها. منين إن هو أجبرها إن هي تقلع هدومها ومنين قال إن هو مش في نيته يعتدي عليها؟ يمكن في الأول لما خطفها كان في نيته السرقة، لكن لما شافها حليت في عينيه واتغيرت نيته وقرر إن هو يعتدي عليها. عشان كده قعد يلف بيها بالعربية ساعة بحالها يدور على مكان يستفرد بيها فيه يكون مهجور، لكنه ملحقش لأنها فاجأته ونطت من العربية. عشان كده ضربها بالرصاص. وفكرة إن هو داس على الزناد بالغلط ما اقتنعوش بيها. القميص اللي كان مليان دم واللي لقوه في عربيته لقوا عليه الحمض النووي بتاعه وبتاع لورين. أما بالنسبة بقى لمشاكله النفسية والتروما بعد الصدمة عشان هو خدم في العراق، المحققين عرفوا إنه كان بيتابع مع دكتور نفسي قبل ما يطرد من الجيش. بس الطبيب قال إيه؟ قال ولا عنده مشاكل نفسية ولا تروما بعد الصدمة ولا قبل الصدمة.
بس لقى إن نسبة ذكائه أقل من الطبيعي. وكمان في مشكلة تانية عنده، ما بيقدرش ياخد قرارات منطقية معقولة. المحاكمة بدأت بعد سنتين من قتلها في 8 نوفمبر 2010، وفي المحاكمة قرر اعترافه إن هو قتلها بس بالغلط، داس على الزناد بالغلط، وإنه ما كانش قصده، وإن كل ده حصل بسبب مشاكل صحية عنده حصلت له أيام ما كان بيخدم في العراق. محاميه قدر ياخد إذن إن المحكمة تخص جريمة قتل لورين، وما جابوش سيرة أي جريمة تانية، لا سرقة ولا سطو ولا خطف ولا أي حاجة، محاكمة خاصة بجريمة قتل لورين. يمكن بسبب إن جريمة القتل حصلت في ولاية وجريمة السرقة حصلت في ولاية تانية فاستخدم حقه القانوني، أنا مش عارفة. وكمان ما كانش مسموح لهم إن هم يناقشوا أسباب طرده من الجيش، مش عايز يتطرق في مواضيع تانية وتبقى التركيز كله في جريمة قتل لورين وأسبابها وإيه اللي حصل وبس. المحلفين وصلوا القرار بعد 6 ساعات ونص بإنه مذنب في جريمة القتل، وبرئوه من تهمة محاولة الاعتداء، وطالبوا بالحكم عليه بالسجن مدى الحياة بدل من الإعدام. القرار ده معجبش القاضي، إنه شاف الجريمة وحشية وإنه يستحق الشنق، عشان كده استخدم صلاحية قانونية نادرة تحقله إنه يعدل في قرار المحلفين اللي بعد كده اتلغى بس بعد ما صدر الحكم اللي اتحكم عليه فيها بالإعدام. محاميه قدم على طعن كذا مرة عشان يتلغى حكم الإعدام، وكل مرة كان بيترفض الطعن، وده لأن ولاية ألاباما في عام 2017 لغوا الحق القانوني للقاضي إنه يعدل على رأي المحلفين وإنه هو اللي ياخد القرار بالحكم. فالمحامي كان بيستغل الثغرة دي إنه يلغي حكم الإعدام، لكن كل مرة القاضي كان بيرفض، وده لأن الحكم صدر قبل ما يتلغى القرار. كل مرة محاميه بيقدم على طعن عيلتها بتكون في جلسة المحاكمة خايفين إن هو يتخفف الحكم ويتلغى حكم الإعدام، شايفين إن هو المفروض يتعدم زي ما حكم على بنتهم بالإعدام، هو كمان المفروض يتعدم. إيه رأيكم في قضية النهاردة؟ وأشوفكوا على خير في قضية جديدة. سلام.